ايماجيني شحال راني موتيفي وحاب نخدم وندير نكري حاجه، مي المشكل في الفيديو اللي فات اللي درتو فرغوا لي الافكار ودخلت في واحد المرحله تاع تشتت وضايع مش طبيعي. ما كنتش على بالي مام با واش راح نقدم كمحتوى، حتى ديسيديت اني نوثق رحلتي كوم ان فريلانس في دي فلوغ. كل سمانه كاينه فلوغ تما ميكس بين الدومين اللي نشتيه اللي هو واللي نقرا فيه اللي هو كيما نقولوا نشتيش نقولها بكتيرمون، والله نقول لك غير ما نشتي نقولها باسكو شغل ولات شائعه بواحد الطريقه سلبيه اكثر واكثر. تما كثير الناس اللي يخدموا هذا الدومين شغل ولات شائعه بطريقه سلبيه، شغل تقول له هذا اللي نقرا بيزنس، عرفتش هذا بيزنس نتاعك مسخر بيا صاحبي، واش راح تخدم به؟ انا نقراو في الدومين تاع تسيير المؤسسات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تما جور عرفت نشتيها وساكريفيتي ليها بزاف. ما دمجنا زوج حوايج في حاجه واحده دركا. كيما انا خدمت واحد البيريود قال مع الوظيفه كان عندي هذا الفريلانس شغل حاجه جانبيه، بربي ان شاء الله راح نوثقوا الرحله تاعنا بدي فلوغ. كل سمانه كاين فلوغ جديد عليها لازم تابوني لاشين اليوتيوب تاعنا. ولا كان هذه والله مدايرها صدقوني ويوتيوب حلم حياتي ملي كنت انا بالك نورمالمون يوتيوب يكرمني كاكثر كونسوماتور لليوتيوب. خوتي القناه شوف نعرف صناع المحتوى تاع اليوتيوب واحد بواحد، وكل مجال عندي واحد الخيارات ربي من صناع المحتوى اللي نتبع به. قلت علاش ما نكونش انا واحد منهم؟ ما هذه الحاجه اللي خلاتني قال ريكيبيري درك الحمد لله يا ربي بلون واجد والخطه واجده. ما يوليش فلوغ على جال فلوغ الهدف نتاعو هو توثيق رحلتي اطونكو فريلانس حتى تبدا تطور الامور. اول حاجه بديناها تما كفريلانس هو التصوير. الناس كل يقدموا هذا السيرفيس نتاعهم، نضمن لك كاين عشرات الناس ومئات الناس اللي يقدموا هذا السيرفيس، ولكن الحاجه اللي دير ديفيرونس بين هذا يقدم سيرفيس وهذا يقدم سيرفيس هي طريقه التسويق، تسمى الماركتينغ اللي راك تخدم به. اسكو الماركتينغ تاعك قوي ولا مش قوي؟ هذه هي تسمى شغل تبقى ديما تسمى على واحد يخدم وعلى واحد ما يخدمش. هي بيان سور داخله الميتريس تاع الميتي، تسمى شحال تتقن الميتي نتاعك تولي الخدمه تاعك تهضر عليك. ولكن قادر تكون عندك الحرفه شابه وتخدم مليح ولكن ما عندكش لي كليون، وهذه تصرى بزاف. وانا شخصيا نعرف بزاف ناس افضل ناس يقدموا هذو لي سيرفيس ولكن ما عندوش الخدمه في الدومين تاعو. لهذا قررنا بدايه صناعه محتوى على شكل ديريل نقدموا فيه نصائح تاع فوتوغراف. تمام والله خاواني فريلانسر اون فوتوغراف فيديوغراف مونتاج. هذو 3 سكيل اللي تعلمتهم انفستيت فيهم وقتي وجهدي تعلمت فيهم، راح بربي ان شاء الله نرجعهم كمصدر دخل، وذلك راجع لتوقفي عن الوظيفه. دركا راني 100% حبست الوظيفه. كنت عندي قريب ندخل في العام الثالث نتاعي هذاك في الدومين اللي كنت نخدم فيه. كنت هي فريلانس كنت نخدمها اكودي، تما شغل كنت عندي فريلانس منا والوظيفه منا، وفريلانس كانت جزء صغير تما بارابور الدخل تاعي تما ماهيش ديما، ولكن تما كان كدخل كمصدر دخل اضافي مع الوظيفه. ودرك حاليا رانا تفرغنا 100% للعمل الحر وصناعه المحتوى. نسال الله التوفيق والسداد، ربي يوفقنا بهذا الشيء. علاه يعجبني يوتيوب؟ اولا الناس اللي تلقاهم كونسوماتور تاع يوتيوب تلقاهم والله يا خوتي غير تلقى الناس اللي تكونسومي يوتيوب تلقاهم مزال محافظ على السلامه العقليه تاع راسه، لانه لا يقدر يتفرج فيديو في 10 دقائق ربع ساعه، يقدر حتى يتفرج فيديو تاع ساعه معبي غير بالمعلومات مش تاع انترتينمنت. لازم يقدر واحد كونسوماتور تاع يوتيوب يتفرج نورمال. هذاك الانسان باغ اكزومبل اللي مدمن على لي ريل تيك توك انستغرام يوتيوب شورت اللي كونسومي بزاف لي ريل تجي صعيبه بزاف باش يكونسونطري في فيديو كيما وعليه نكري لي ريل ونكري اليوتيوب. مي انا الاحب الي يوتيوب لانه له فيديو طويل تقدر تهدر، الانسان اللي راهو يشاهد فيك تقدر توصل له ميساج 100%. مي لي ريل عندك 30 سكوند هذيك درك ولا 30 سكوند راني خايف لا تولي قل، وعندك 30 سكوند هذيك لازم تشرح فيها المعلومه قل ما قل ودل، لازم تشرح فيها ما قل ودل. على جال هذيك شغل الواحد يشتي يوتيوب يهدر في اليز في راحته، يهدر ويشرح واش كاين واش ما كانش. الفيديو راني هذه الهضره ما نقدرش نهضرها في ريل ولكن تقدر تهضرها
في يوتيوب، وربي يوفقنا ويقدرنا ان نقدموا محتوى بزاف شباب، لانه مازالت المسيره طويله ومازال هذا تقدر يعتبر اوائل الفيديوهات ليا، وربي يقدرنا نوصلوا للشيء اللي رانا حابينه. وهذه هي نبارطاجيو توثيق رحله فريلانس من الصفر